الحدود والعقوبات. أولا شوفوا، الصادق المهدي يرفض حد الردة، ينكر حد الردة، وسأقرأ لكم كلامه بالنص في إنكاره لحد الردة. أسمعوا الكلام ده. قال حد الردة: اتفق جمهور الفقهاء على أن الردة حدا. اتفقوا، ده معناه شنو؟ إجماع. هو خرق شنو؟ الإجماع. قال لي أحاديث منها من بدل دينه فاقتلوه، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل بامرئ مسلم إلا من ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. طيب بعد ده قال شنو؟ أشوف كلامه. قال تحديد، قال ولكن ما اتفق عليه الفقهاء بشأن المرتد بالصورة التي رأوها قتله يمس مبدأ لا إكراه في الدين، ولا يتناسب والتسامح المطلوب في هذا الزمان، ويتعارض مع مصلحة الإسلام الآن، لأن الذين يدخلون في الإسلام طوعا واختيارا في كل أنحاء العالم أضعاف ما يخرجون منه، وأصحاب الأديان الأخرى ينتظرون منا المعاملة بالمثل. ده دليله، ده دليله. أنكر حد شنو؟ قال ما بينفع مع الزمن ده، قال لأنه بيمس، زي ما قلت لك عنده إشكال في التلقي. يا إخواننا لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه وبين قوله تعالى لا إكراه في شنو؟ في الدين. لا إكراه في الدين، لا يدخل أحد الدين قسرا ولا يجبر على ذلك، لا إكراه في الدين. ولكن إذا دخل طائعا مختارا فليس له أن يخرج منه، فليس له شنو؟ أن يخرج منه. له أن يخرج منه في حالة واحدة: إذا كان هذا حزبا سياسيا أو فريقا رياضيا. يعني هلال ده يبقى من الريخ ما في مانع، كويس، ومن رخابي بيجي هلال برضه ناس بخلوه، قول له أشوف الغير ده وانت ما عندك كلام، انت زمان كنت كده. ده في الكورة. أو من المؤتمر الوطني تبقى حزب أمة، أو من حزب الأمة تبقى مؤتمر شعبي، دي ما بيقتلوك أي. لكن من بدل دينه لا إكراه في الدين. انت عارف استدل الفقهاء على حد الردة بقول لا إكراه في الدين. انت لما دخلت أكرهك معناها دخلت مختار، مش كده أي ما أكرهك أي. إذن معناها طالع وفي راسك ده في شنو؟ في انحراف كثير. العلاج يطلعوا لك برا، يقطعوا لك برا. ما هو حد الردة ليه؟ لأنه لا إكراه في الدين. لو كان الناس بيخشوا الدين بالغصب لما يطلع منه يقول يا إخواننا خلوا، لأنه أول حاجة هو دخل ماله ما مقتنع. لكن الله قال ما تجبروا الناس يخشوا الدين. الآية بتتكلم عن دخول الدين، والحديث بيتكلم عن شنو؟ الخروج من الدين. قال بيتعارض معه. قال والله يا إخواننا الرجل ده عنده إشكال كبير في مرجعيته، إشكال كبير وخلل كبير. جاء يتكلم عن حد الرجم، يتكلم عن حد الرجم صفحة 44، ده في صفحة 133 من كتابه العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي. صفحة 44 قال شنو في حد الرجم؟ أسمع شوفوا في حد الرجم. قال فالإحصان تعبير متعدد المعاني، وزنا بعد شنو؟ إحصان، وهذه حقيقة لغوية عليها شواهد من الكتاب. والسؤال المهم هل الإحصان الوارد في قول تعالى فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وارد بمعنى واحد أو بمعنى؟ الذين قالوا أنه وارد بمعنيين قالوا هذه الآية لا تتعارض مع وجود عقوبة الرجم للزاني المتزوج، لأن الإحصان قد يرد بمعنى الزواج، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بمعنى العفة. الآية تحت الأحزاب شنو في إحلال المولى عز وجل وسلم الزواج. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من المؤمنات يعني من المتزوجات، هذه تحرم عليك لأنها متزوجة. طيب قال شنو في آخر؟ أما الذين قالوا أنه مع التعدد معاني الإحصان
فلا يعقل أن يرد في آية واحدة بمعنيين، فقد اعتبروا عقوبة الزانية المحصنة، الزانية شنو 100 جلدة، مثل ما نصت آية سورة النور، والله أعلم. وهذا غير صحيح، لأني أخبرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم من؟ الغامدية في السنة 9 من الهجرة النبوية. طيب، عندنا المحور الثاني في القضايا التفصيلية: الصادق المهدي والحدود الشرعية. قال بأنه أنكر حد الردة بوضوح، وخالف اتفاق الفقهاء، بل وخالف النصوص الشرعية التي أوردها. ثانيا، شكك في حد الرجم، وذلك في موضعين: الموضع الذي قرأت لكم في الأول لما تحدث عن السنة وأنها غير مرتبة وأنها فيها إشكالات، وكذلك في الموضع الذي أوردته لكم قبل قليل أيضا قال: هذا اسمه خطاب رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي أمام المؤتمر العام السابع لحزب الأمة، الجلسة الافتتاحية في 26 فبراير 2009، يعني كان ده قبل 9 شهور، قال أو 10 شهور. قال: ولن نقطع يدا في سرقة، بيتكلم عن برنامجه، لأن شبهة الحاجة في الظروف الحالية غالبة، الناس محتاجة. قال ده ممكن أزول يعني ده محل نقاش. ولن نعدم في ردة، ولن نعدم في شنو؟ في ردة. قال لأنه لا إكراه في الدين، لأنه لا إكراه شنو؟ في الدين. فاتضح أن رأيه في